بيبدأ فيلم النهارده في العراق مع فرقة من الجيش الأمريكي وهما بيعملوا مداهمة في بغداد، وبيدخلوا المبنى وبينتشروا وبيفتشوا المكان وبيلاقوا أشخاص نايمة وبيصحوهم وبيكونوا خايفين، بس القوات الأمريكية بتهديهم وبتعرفهم إنهم في أمان، وبيكملوا طريقهم للأدوار اللي فوق. وبيكون في كام جندي مع الأشخاص العراقيين وبيسألوهم كام سؤال، وبيسألوهم لو في حد تاني موجود في العمارة، فبيعرفوهم إن في عيلتين كمان. وباقي الجنود اللي بيطلعوا لفوق بيلاقوا حيطة قدامهم وبيبقوا محتارين وبيقرروا يكسروا الحيطة، وبيبدأ الجندي يكسر. وبيكون في راجل عراقي وبيكون خايف وبيجري على عياله، وبيعدي فتره وبيكون الجيش الامريكي حابس الناس دول في المبنى، وبيبقوا منتشرين وبيأمنوا المكان حواليهم. وبيشوف اليوت واللي بيكون قناص مجموعه من الناس قاعدين وعايشين حياتهم عادي، وبيقعد يكتب ملاحظات، وبيكون في جندي قاعد بيراقب المكان عن طريق الاقمار الصناعيه، وبيوصل لهم معلومات ان في مجموعه اسمها بيكر موجوده جنبهم. وبيلاحظ اليوت ان في راجل بيتكلم في التليفون ومركز معاهم، وبيبلغ باقي الجنود. وبنرجع تاني لإليوت، وبيكون ملاحظ تحركات لمجموعه من الشباب في المبنى اللي قدامهم، وبيكون شاكك انهم من المقاومه. وفجاه بيسمع صوت كلاب، وبيلاحظوا عن طريق الاقمار الصناعيه مجموعه بتقرب منهم، وبيبلغوا القياده واللي بتقول لهم ان مفيش حاجه، والقناص بيكون لسه بيراقب. وبيلاحظ ان في واحد واقف فوق سطح المبنى اللي قدامهم وبيراقبهم، وبيجي لهم اتصال وبيعرفوا ان في فرقه تبعهم بتتضرب، والدعم الجوي بيروح لهم، وده معناه انهم دلوقتي من غير دعم جوي. بيكونوا قلقانين وبيكلموا القياده وبيطلبوا منهم دعم جوي. وفجاه بيسمعوا اصوات التكبيرات، والناس في الشارع بتبدا تجري عشان تستخبى، والجنود الامريكان بيخافوا. وبيكون في 2 عراقيين موجودين في الجيش الامريكي، وبيبلغوا باقي الجنود ان الوضع صعب، لانهم بكده بيدعوا الناس الجهاد ضدهم دلوقتي. والجنود الامريكان بيبداوا يقلقوا وبينتشروا حوالين المبنى، واليوت بيتعب وتومي بياخد مكانه. وبيقوم اليوت وبيفضل يبص لأوز وبيمشي، وبيلاحظ توم عربيه بتقرب وبيبلغ باقي الجنود، والعربيه بتقف عند المبنى اللي قدامه، وبينزل منها مجموعه من الشباب وبيكون معاهم اسلحه. ولما تومي مش بيضرب بيقولوا له ان هو ضعيف، وبيظهر مجموعه اكبر من الشباب واليوت بياخد مكانه، وفجاه بيترمي عليهم قنبله والمكان بيتفجر، والفرقه اللي قريبه منهم بتضرب عليهم في نفس الوقت، يعني مفيش دعم. وبيبتدي الضرب عليهم من كل حته، وبيحاولوا يردوا الضرب، وبيكون معظم الجنود مصابين بسبب القنبله، وبيحاولوا يزحفوا بعيد عن الضرب، وباقي الجنود بيحاولوا يغطوهم. وبيكون اليوت اتصاب ومحتاج علاج طبي فورا، وبيتواصلوا مع القياده وبيطلبوا منهم دعم جوي. واوز بيتحرك عشان يجيب حاجه اليوت، وتوم من الاوضه اللي تم فيها التفجير بس مش بيعرف، وبيوصل لهم رد من القياده وبيعرفوهم ان قدامهم 10 دقايق عشان يوصل لاخلاء الطبي. وبيتحركوا باقي الجنود عشان يجيبوا المعدات من الاوضه اللي تم التفجير فيها، وبيقدروا يرجعوا الحاجه اللي هم عايزينها، وبيجهزوا نفسهم عشان ينسحبوا، وبيفجروا الالغام اللي حوالين المكان. وبتكون العيله العراقيه لسه محبوسه معاهم، والجنود بينزلوا لتحت وبيحطوا خطه للانسحاب. وبيكون في 2 عراقيين من الجيش الامريكي، وبيكون اسمهم خالد وسام، وبيقرروا يخرجوهم هم الاول. وبيطلب القائد من اوز انه يعرف العربيات الاخلاء هتقف فين، وبيروح البيت عشان يطمن على اليوت. وبيكون سالم مش عايز يخرج بره، وخالد بيروح يسال اليوت عن طبيعه الوضع، فبيعرفوا اليوت انهم هيخلوه ويرجعوا تاني للبيت. وبيطلب القائد من فرانك يجهز الدخان عشان يخرجوا، وبيجهز فرانك الدخان وبيرميه بره. واول ما المدرعه بتوصل بيخرجوا عشان يامنوا المكان، ولما بيلاقوا الدنيا امان باقي الجنود بتبدا تخرج، وقبل ما يركبوا المدرعه بيتضرب عليهم صاروخ بيدمرها. وبيفوق خالد وبيكون لسه عايش وبيقوم بالعافيه، وبيفوق سام ومش بيكون قادر يتحرك، وبيبص على رجليه بيلاقيها متدمره، وبيقعد يصرخ بصوت عالي عشان اي حد يساعده. واوز والقائد بيفوق على صوته، والقائد بيروح لعنده وبيحاول يساعده. وتومي بيقوم وبيمسك سلاحه وبيقعد يضرب نار، واوز بيكون قاعد قدام جثه اليوت وبيكون حزين عليه وفاكره مات. والقائد بيقعد يجر سام على الارض وبيكون قاعد يصرخ بسبب الاصابه، وبيرجع المبنى وبيكلموا القياده وبيطلبوا منهم دعم. واوز بيكون لسه واقف قدام اليوت وبيفوق على صوت الطلق، وبيقعد يجره على الارض وبينادي على اي حد عشان يساعده. وبيروح اوز ينادي على تومي وبيطلب منه المساعده، والقائد بيكون مصدوم ومش قادر يتكلم، وبيكلم القياده وبيطلب منهم الدعم، وبيقول لهم انه عنده خسائر كبيره. ولما بيسالوه عن مكانه بيقول لهم هتلاقوا دم ودخان، انا هناك. وبيتضرب عليهم نار وبيحاولوا يدخلوا المصابين لجوه. وبيوصل للقائد اتصال وبيعرف ان الدعم اللي جاي لهم بيتضرب عليهم نار. واوز بيحاول يساعد سام، وبيبدا الراجل اللي حابسينه هو وعيلته يتخانق معاهم عشان بيكون خايف على حياه عيلته. وبيحاول جاك يعالج اليوت، وبيعرفهم جاك انهم قريبين جدا من العدو، وان لو سلاح الجو ظهر قوته ممكن يتصابوا، بس اوز بيقول له يعمل كده. وفي نفس الوقت بيحاولوا يوقفوا النزيف لسام، والطيران بيوصل لعندهم وبيطير قريب من الارض، والصوت بيأثر عليهم. وبيطلب اوز من فرانك يطلع يأمن السطح عشان شاكين ان في مسلحين وصلوا للمبنى، وبيحاولوا يساعدوا سام. وفي نفس الوقت بيفوق اليوت وبيقعد يصرخ، وبيقعدوا ينادوا على القائد وبيسألوه يعملوا ايه، بس القائد بيفضل ساكت وبيقول لهم مش عارف. وبيروح جاك يدي الحقنه لإليوت، بس عشان بيكون متوتر بيضرب الحقنه بالعكس وبتيجي في صباعه، بس بيطلع حقنه تانية وبيديها له، وبيدوها كمان لسام. والقائد بيكون تعبان جدا، والاقمار الصناعيه بتلقط تحركات لعدد كبير من المقاومه رايحين ناحيتهم، وبيوصل الدعم وبيحاول يوصل للمبنى، بس المقاومه بتضرب عليهم من كل حته. وبيقدر الدعم يوصل للمبنى،
وبيبقى القائد ساكت، وقائد الدعم ريك بيحاول يتكلم معاه بس بيكون تعبان وبيعرفوا انه بيحتضر، وبيطلع مجموعه على السطح عشان يامنوه. وفي واحد من الدعم بيدوس على رجل سام بالغلط، واوز بيتخانق معاه، وبيتولى ريك قائد المكان كله ويبدا يقسمهم فرق عشان يعرفوا يخرجوا. وبيبدا الجنود على السطح الاشتباك مع المقاومه، ولما بيطلب بول من القياده يبعتوا له اخلاء بسرعه بيرفضوا، وبيطلبوا منه موافقه قائد الموقع، وبيعرفوه ان اخر مدرعه وصلت عندهم اتدمرت، وان الوضع صعب ولازم موافقه من ريك. ولما بيعرف ريك الكلام ده بيقول للجندي بول يتكلم بصفته القائد ويطلب منهم ارسال دعم فورا. وفي جندي بيتكلم مع تومي وبيحاول يعرف منه ايه اللي حصل لسام واليوت، بس تومي مش بيجاوبه، وبيقول له ان اهم حاجه عنده دلوقتي انهم يخرجوا من هنا. وبيتكلم بول على اساس انه القائد ريك، وبيطلب منهم يبعتوا له دعم وبيوافقوا، والجنود اللي على السطح بيطلبوا دعم عشان الضرب زاد عليهم. وبيتحرك القائد ريك والجندي جون عشان ياخدوا العتاد اللي وقع في الشارع، وبيخرج ريك والجنود بتأمنه وبيقدر ياخد المعدات اللي هو عايزها. واللي على السطح بيزداد عليهم الضرب فبيضطروا يتراجعوا، والمساعدة بتكون قربت توصل وبيجهزوا نفسهم عشان يخرجوا المصابين، وبيبدأوا يلفوا إليوت ببطانية عشان يعرفوا يشيلوه، وسام بيكون خايف ومش عايزهم يعملوا في كده. والطيارات بتوصل وبتعمل استعراض قوة، وبتوصل المدرعات اللي عندهم وبيشيلوا المصابين وبيبدأوا يخرجوهم لبره، وبيحصل اشتباكات عنيفة بس بيحاولوا يحموا المصابين، وبيقدروا يركبوا المصابين المدرعات وبيطمنوا عليهم وبيتراجعوا تاني للبيت. وبتتحرك المدرعات وسط ضرب النار، وأوز بيكون راكب معاهم وباين عليه التعب. وبنرجع للمبنى وبيطلب القائد ريك انهم يكشفوا الدور التاني من المبنى، وبيبدا كل واحد ياخد حاجه عشان يستخبى فيها، والقصر بيبدا يشتغل. والطياره بتعدي لتالت مره، والجنود كلهم بيقفوا صف واحد وبيستعدوا عشان يخرجوا، وبيبداوا يخرجوا للمدرعات وبيقعدوا يضربوا نار كتير لحد ما بيقدروا كلهم يركبوا المدرعات، وبيتحركوا وبيسيبوا المكان. وبيظهر الراجل العراقي وبيخرج هو واللي معاه، وبيبدا يهديهم وبيقول لهم يخرجوا وان الجنود مشوا، والمقاومه بتنزل الشارع، وبيظهر إليوت الحقيقي والجنود الحقيقيين اللي كانوا موجودين في المبنى. وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.